راه كاع الديور طاحوا، راه كاع عائلتنا تشردوا، راه كاع راه انتم كتشوفوا بعينيكم. مات لي 4 دراري والرجل آية منصور، مصطفى، حسن، إلهام، غزلان، إلياس. داك الشيء اللي عندي راه مشى ليا. يسبق المغرب شعب آخر من غير المغرب؟ لا أرضى لك هذا شعبي، لا أرضاه لأسباب متعددة. سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. وقبل ما نطرقوا في أحداث هذا الموضوع كنبغي نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس اللي مات في الفاجعة ديال الزلزال، وحتى أنا بدوري كنت واحد من الشعب اللي تأثروا وتأسفوا على هادشي اللي وقع. ظرفنا دموع وبكينا على الناس اللي ماتت في الزلزال واللي راوا عليهم ديور، الناس اللي عانات تحت الحجارة، كاين فيهم اللي مات مباشرة بعد السقوط ديال الديور، وكاين اللي بقى دقائق وساعات وايام وتوفته المنيه، وكاين اللي باقي الحادين ليومنا هذا مجروحين كنطلبوا لهم الشفاء العاجل. لكن الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ. ولكن أخوتي بالفعل في هذه الفاجعة بانوا ولاد الشعب وبنات الشعب. هذا هو المغرب الحبيب، وهذا هم ولاد البلاد. الحمد لله المغرب باقي فيه الخير. يكذب عليك الكاذب اللي يقول لك أن المغاربة قاصحين وخايبين. بالرغم من هذا الشيء كامل، لكن تصرفات ديالنا في هذه المحن والأزمات كيبانوا المغاربة فعلا. الحمد لله لا خوف على المغرب، إلى طاح المغرب كيهزوه ولادو. كنبغي نشكر كل من ساهم ولو بدرهم لمساندة ومساعدة إخواننا في هذه الأزمة. كانوا المغاربة يد وحدة بالرغم من السلعة مزيودة وكل حاجة زايدة في الثمن. هذا موضوع بوحده حتى نعاودو نرجعو نطرقوا فيه. الشعب المغربي خاصو يفتخر بالتمغربيت ديالو حيت هزاتو الغير على هذا الوطن. الناس ساهموا بفلوسهم وبالدم ديالهم وبالروح ديالهم. هادو هما المغاربة والتآخي ديال المغاربة. ناضوا الشعب كامل، لا من يوتيوبرز، لا من مؤثرين، لا من شخصيات كبيرة في هاد البلاد، حتى هما داروا يد في يد ولباو نداء الوطن. كلهم ضامنوا، والحمد لله حملة تبرعات أجات بالأكل ديالها. أحياء والأزقة كلهم عامرين بالسلعة اللي خداو الناس. بنادم مشى السوبر ماركت تقدى الشاريوات خارجين كيما شفتوا على عينيكم. لي ستوك كلهم خواو، مرجان وأسيمة وأسواق السلام وإلى غير ذلك، كلهم حقوا مبيعات عمرها كانت غتكون ولا عمرهم كانوا غيحلموا بها. بالفعل هادو هما المغاربة، والله لا يضيع أجر المحسنين. ودابا غادي نرجعوا للموضوع اللي قلت لكم خليتو نطرقوا ليه من بعد ديال الحكومة. فين هي هاد الحكومة هادي؟ ما خرجت حتى بتعزية، ولو على الأقل غير ستوري في انستغرام ولا فيسبوك مواساة كتبوا فيه إنا لله وإنا إليه راجعون. على الأقل يحسوا بكم المغاربة أنكم حتى نتوما مضامنين معاهم، حتى نتوما أنكم معاهم. كتبوا غير إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاؤنا واحد. هادي كانت غتكون غير بادرة صغيرة، ما طلبناش منهم حنا شي حاجة، ولكن الحمد لله المغاربة كانوا بلاصة الحكومة وهما اللي يمثلوا الحكومة. الحكومة ديالنا بالله عليكم، واش هاد الناس هادو اللي ماتوا في مراكش راهم بشر؟ راه ماشي نمل او حيوانات. حتى الحيوانات لو كان طرا لهم هاد الشيء ولا تهدمت عليهم شي دار ولا تهدمت عليهم شي حاجة راه غيبقى فيكم. هادو راه بشر، راه ارواح. الشي عزيزة خنوجة عندنا البلاد الدوار. انا جال تما اش من زمان في الايام الانتخابات جا عندنا شي الشهر اللي خص الانتخاب جا عندنا وقدا دابا الغرض ديالو مشى. علاش مسؤول فينا؟ بلا ما نهضروا على الاسعاف ونهضروا على ديك الصوره البشعه اللي انتشرت لهذوك جوج موتى اللي هازينهم
فوق حمار. أعزكم الله. هذه هي الحكومة. بأي وجه غتلقاو سيد ربي، ولكن الحمد لله ربي دار الرحمة في قلوب المغاربة، وباقي الخير في ولاد البلاد. والمغرب بلا الشعب ديالو ما كيسوى والو. شي اللي غازيد يأكدو الملك الراحل المغفور له الملك الحسن الثاني، اللي مدح المغرب في خطاب ديالو، واللي قال بالحرف: يسبق المغرب شعب آخر من غير المغرب. لا أرضى لك هذا شعبي، لا أرضاه لأسباب متعددة، لأنني أنزلك في قلبي بعد الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله، أنزلك في نفسي قبل أبنائي وفلذات كبدي، أنزلك في نفسي منزلة وثنية، وأستغفر الله على هذه الكلمة، منزلة وثنية تجعلني لا أقنع لك بالقليل، ولا أقنع لك أن يسبقك إلى المفاخر أحد غيرك من الشعوب أو من الأمم. خطاب اللي خرج من القلب، وبالفعل في هذه الأوقات تسود روح الوطنية والتآخي. وأنا فخور بكوني مغربي، وأعتز بالتمغربيت ديالي. عيش مع أمة مثل الأمة المغربية. والختام، أريد أن أشكر كل من ساهم بكلمة أو بقطرة دم أو بدرهم، وذلك من أجل مساعدة إخواننا المسلمين في مراكش وأقاليمها. هذا هو الشعب المغربي، وهذه هي أمته. وفي الختام، تحت شعار واحد يسود، شعار واحد: المغرب عز بين الأمم. يحيى المغرب ويحيى أهله العظيم. تحيات شكر وثناء للمغاربة كافة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.